مبروك للنادي الاهلي فوزه النهارده على الزمالك في السله، وقدرنا نصعد للمباراه النهائيه، وهنستنى النهارده ما بين الاتحاد ونادي الجزيره. مبروك للاهلي اللي هو صعد للمباراه النهائيه وان شاء الله ياخد الدوري. بس انا جاي بتكلم على مباراه مصر وبلجيكا النهارده. كلنا شفنا اكرم توفيق عمل ايه النهارده، وحط كراسكو في جيبه حرفيا 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 من ارجل لعيبه المباراه النهارده اكرم توفيق وطارق حامد. اللي يقول غير كده يبقى هو ما اتفرجش على الماتش. بس احنا يا جدعان عايزين نتكلم بس في نقطه سريعه. ليه كل الزملكاويه طالعين قبل الماتش يحفلوا على اكرم توفيق مثلا؟ يعني احنا دلوقتي منتخب مصر اللي بيلعب، يبقى كلنا نشجع مصر. لو محمد عواد النهارده كان واقف في حراسه المرمى كلنا كنا هنشجع محمد عواد عشان هو واقف في حراسه مرمى منتخب مصر. لكن انتوا يا جدعان ما تطلعوش تحفلوا على الراجل ويقول لك ده محمد، يعني بيتريقوا على كوره زيزو اللي هو ضيعها، بيقول لك زيزو ضيع ضربه الجزاء عشان يخلي اكرم توفيق جمهوره مثلا ما يشجعوش في كاس العالم عشان الحزق اللي هو بيحزقه، وعمالين يتريقوا على الراجل. وده اكرم توفيق كلكم شفتوه النهارده عمل ايه النهارده في المباراه مصر وبلجيكا. كل اللي انا عايز اقوله يا جدعان والله العظيم لما منتخب مصر يلعب كلنا مصريين، سيبك بقى من انتمائك، سيبك ده على جنب، دي حاجه احنا بنطلع نحفل بيها على بعض مش هتفرق. يعني احنا بنحفل على بعض شويه، بس لما مصر بتلعب كلنا بنشجع المنتخب المصري. الف مبروك للاهلي النهارده على الدوري اللي هو صعد للنهائي، والف مبروك لمنتخب مصر المباراه الوديه. ده باين لك ان احنا منتخب كويس مش منتخب وحش. بس اتحاد الكوره ربنا معاه وربنا يسهل له بقى. لو اتحاد كوره جالنا واتحاد كوره محترم ونضيف، والله العظيم يا جدعان هنروح كاس عالم وهناخد افريقيا وهنعمل حاجات كتير احنا بنتمناها كشعب مصر. مبروك للمنتخب المصري، ومبروك للاهلي النهارده قدر يكسب الزمالك، وان شاء الله ياخد الدوري. وان شاء الله كلنا مصريين. المنتخب يلعب سيب الانتماء على جنب، شجع عشان انت مصري، مش تشجع عشان انت مثلا فلنتك. بقى الانتماء وخلينا في منتخب مصر. لما منتخب مصر يلعب نشجع منتخب مصر، ما نشجعش افراد ولا نحفل على بعض ولا الكلام ده. سيب الكلام ده لما الدوري يرجع ان شاء الله ونديكوا على عينيكم زي كل مره، وبرجع بقى ايه حفل وزيد. الف مبروك لمنتخب مصر. معلش بقى في فرح بره فالصوت ممكن يبقى فيه صوت اغاني وكده.